أقلق. أقلق لما تكون أنت فقير وغيرك يتمتع بالسيارات الفارهة وحمامات السباحة ويأكل ما لذ وطاب. أقلق لما غيرك يروح يعالج في سويسرا وانت حق فيزيتا ب100,000 ما عندكش. أقلق. على بالكم باللي الإنسان ما يغضبش إلا لما تكون كاينة حاجة معينة يغضب منها. مثلا أنت تسوق في سيارة وفي طريق فارغة وفجأة درتي أكسيدون دخلتي في حيط. إذا كنت هنا أنت إنسان واعي راح تعرف باللي راهو الخطأ خطأك، وإنك أنت اللي انشغلتي بالهاتف ولا انشغلتي بشيء ما خلاك تحيط على المسار باش تدخل في الحيط. فهنا ممكن أقصى حاجة إنك تديرها ممكن تبكي وتغيظك الطوموبيل تاعك ولا تغيظك وتقول له قدر الله وما شاء فعل وتهون على نفسك. ولكن إذا كنت أنت إنسان فاشل من الناس اللي حبوا يمسحوا الفشل تاعهم في ناس اخرين، راح تخرج وتغضب من العرب اللي ضربوك بعين واللي حسدوك واللي حرزوك باش درتي لاكسيدون. لا تقلق. من شكون لا تقلق؟ ولازمنا حاجة معينة نقلقوا منها. شكون اللي لا تقلق؟ من شكون لا تقلق؟ وربي هو اللي رزق الإنسان اللي راح تعالج في سويسرا ومنعك أنت من الرزق. تقلق من ربي؟ وإلا أنت راك حط باللي راك أنت فقير لأنه السيد اللي راح عالج في سويسرا دالك دراهمك دالك رزقك. يعني الغني هذا ولا المسؤول هذا عنده قدرة تفوق مشيئة الله، لأن الله شاء أنه يرزقك، ولكن هذا المسؤول منعك ولا هذا الغني منعك من الرزق اللي شاء ربي أنه يوصلك. هو أنتم تحبوا تسمعوا عكس الكلام هذا. تحبوا واحد يجي ويشير لكم بصبعه ويقول لكم هذا هو سبب التعاسة تاعكم، هذا هو اللي منع عليكم الرزق، هذا هو اللي سرق لكم أموالكم وأموال أولادكم. شوفوا هو راهو السكوت عن الحق باطل، والسكوت عن الفساد باطل. نزيد نحاول نبسطها لكم أكثر، لأنه هذه راهي عقيدة مشي تمسخير، وتفكيركم هذا راهو شرك بالله دون أن تعلم. الفساد والسرقة وسوء التسيير والرشوة صحيح يؤدي إلى غلاء المعيشة، يؤدي إلى تدهور الأحوال العامة، يؤدي إلى انهيار الدينار، انهيار العملة، وينتهي هنا. ولكنه لا يؤدي إلى فقرك، لأنه لو شاء ربي لأعطاك ما يغنيك حتى لا يؤثر فيك لا غلاء المعيشة لا تدهور الأحوال وما تحسش به. لما تقول لا للفساد، لا للرشوة، لا للمحسوبية، لا للمعرفة، لا للربا، هذا نقولوا عليهم لا لأنهم حرام، نقولوا عليهم لا لحفظ كرامتنا، نقولوا عليهم لا لأننا مناش راضيين بالفساد في بلاد إسلامية، ما نقولوش عليهم لا لأنهم هم اللي جوعونا. الشيخ لما قال تشوف فيه غني لكنه يروح يعالج في سويسرا كل سنة، ما هوش يعني أنه راهو كل غني معناها راهو مريض ولا كل غني راهو معرض للابتلاء. الشيخ أعطاك فقط مثال باش تفهم أنه الرزق راهو ليس فقط مال. قد ربي يرزقك بظروف لا تحتاج فيها إلى المال، ويرزق السيد بمال ويرزق بظروف المال اللي رزقه به لا يحتاجه، ولكن عم قلبك يجعلك تراه غنيا وتراك فقيرا. ما يقدر حتى مسؤول يمنعك من رزق شاء الله أن يصلك، وما يقدر حتى مسؤول صالح ولا حاكم عادل أن يغنيك إذا شاء الله أن تكون فقيرا. وقلتها قبل ونزيد نعاود نقولها، أنه لو كان يرجع المسؤول هذا الفاسد ولا المسؤولين الفاسدين ويقرروا يتوبوا ويقرروا أنهم يوزعوا أموالهم على الشعب، أنت بالذات تبقى فقير لأنه شاء الله أن تكون فقيرا. وأقلق ولا طير ولا أضرب رأسك على حيط. والإيمان بالقضاء والقدر راهو ركن من أركان الإيمان. الشيخ هذا لما قال لك لا تقلق قاعد يطبطب عليك، قاعد يهون عليك، ما هوش قاعد يعمي فيك. انت اللي قاعد تغطي على روحك وتعمي في روحك. راهو كاين واحد الشرك قاعدين نوقعوا فيه، انا نشوف انه اخطر من القبورية ومن عبادة القبور وزيارة الاولياء، اللي هو الشرك هذا. عليه نشوف فيه اخطر من الشرك الاخر، لانه هذا قادرين نموتوا عليه ونحن ما على بالناش. قدر الانسان يموت وهو قاعد يوصي في ولاده باش يروحوا يخدموا، لانه لو كان ما يخدموش راح يموتوا فقرا، لانه العمل تاعهم هو اللي راح يجيب لهم رزق. وظنك انك لما توفر سبب الرزق
هذا جزء من التوفيق، حتى هذا غلط، لأن التوفيق كله من عند الله. ولما تقول أنا ندير اللي عليا والباقي على ربي، ربي راه مش شركة معاك باش تتقسموا المهام، كلش على ربي، ربي معليش والباقي. لا، أو لازمني نوفر الأسباب، تسمى انت حابنا نروح ونقعد ونرقدوا وربي يرزقنا ونحن قاعدين. لما يشاء ربي أنه يرزقك بالسبب وبالرزق، لأنه ربي هو مسبب الأسباب، وأي حاجة ديرها طاعة لله باش يرزقك عليها ربي. أما إذا كان أنت تديرها من أجل أنها هي اللي راح تجيب لك الرزق، تقعد شاقي طول حياتك، تقعد تتألم طول حياتك، وتقعد تبكي طول حياتك. أقلق.